من اللعيبه اللي تألقت في بطوله كاس العرب واللي كان نجم من نجوم بطوله كاس العرب والجمهور كله تابعه واشاد بيه كريم البركاوي مهاجم منتخب المغرب. سيبك بقى من ان هو السنه قبل اللي فاتت دي كان قريب من نادي الزمالك وما جاش بسبب ظروف مرض والده. لكن المفاجاه كريم البركاوي بدايه السنه دي في الصيف، بدايه الصيف بتاع السنه دي من كام شهر، كريم البركاوي كان يعتبر مخلص مع الزمالك كل حاجه، العقود تتبعت له يمضي بيها على الميل على طول، اتفق على الفلوس ومده العقد وكل شيء. كان الزمالك متفق مع كريم البركاوي، يعني تقدر تقول ان الصفقه خلصانه. للاسف بسبب ان ما كانش فيه سيوله ماليه، وبسبب ان ما فيش يعني وفره ماليه وسيوله ماديه وتقدر تجيب صفقات، وبسبب ان الازمه الماديه اللي كابوس جوه نادي الزمالك، الصفقه ضاعت من نادي الزمالك واللعيب ما جاش نادي الزمالك للمره الثانيه. كان صفقه انتقال حر، قعدوا كان خلصان مع الرائد السعودي وكان خلاص هيمضي الزمالك في صفقه انتقال حر. الزمالك طبعا بسبب الأزمة والمشكلة المالية الصفقة راحت من نادي الزمالك واللاعب راح الدوري الإماراتي وتألق وعمل مستويات هايلة، والناس اتفرجت عليه في بطولة كاس العرب مع منتخب المغرب وأشادت بيه. وكل الجمهور بقى يسأل هو الراجل ده كان جاي نادي الزمالك ما جاش ليه؟ ده مش مرة، ده مرتين. للأسف المشكلة المالية كانت السبب إن هو بداية السنة دي ما جاش، وصفقة أنا في رأيي كانت مهمة جدا 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 راحت من نادي الزمالك.